الراشدي مدير مهرجان المسرح الوطني السادس بالحي المحمدي. هذا المهرجان كما يخفى على الجميع هو انطلق على المستوى المحلي ثم انتقل الى جهوي ثم انتقل الى المستوى الوطني، من بعد انتقل الى مغاربي، واللي كانت شارك في فرق على مستوى المغرب العربي، وشارك في مسرح الحي، شارك في تونس معاه، شارك في واحد عده فرق. الان كان توقف هذا المهرجان هذه 3 سنوات، ثم تم الاحياء ديالو من بعد تجديد مجلس دار الشباب الحي المحمدي. هذا المهرجان هذه السنه كيتميز بالاقتحام ديالنا المؤسسات التعليميه واشراك الشباب في هذا المهرجان. كذلك هذا المهرجان كتشارك فيه جل الفرق المحترفه اللي انطلقت من خشبه الحي المحمدي، الشيء اللي كيجعل على العاتق ديالنا كما يخفى على الجميع ان الحي المحمدي هو محطه الاستمراريه ديال العمل الثقافي والتواصل مع السكينه. اكيد انه هذا المهرجان غادي يعرف على مستوى الحضور مجموعه من الفنانين اللي غيكون تكريم واحد المدرسه، واحد السيد مرحوم جمرقان اللي تربوا في اجيال واجيال في الحي المحمدي. فهذه فرصه كذلك للتواصل مع ساكنه المنطقه، واللي الحي المحمدي متعطش لهذه العروض هذه اللي هي شيء. تحية خاصة لمنبركم الإعلامي المتواجد في هذه الندوة الصحفية الخاصة بالمهرجان الوطني السادس للمسرح المنظم من طرف مجلس دار الشباب الحي المحمدي. الواقع أن هذه الدورة هي دورة متميزة بكل المقاييس، من حيث العروض الفنية المقدمة من طرف فرق احترافية، من حيث الأنشطة الموزية المتعلقة بالندوة الصحفية والندوة المسرحية التي سيشارك فيها الدكتور فنيش عبد المجيد والدكتور بهجاجي محمد. كذلك الأوراش المسرحية أو الورشات المسرحية التي ستنظم لفائدة تلاميذ الإعداديات والثانويات عبر تراب مندوبية وزارة التربية الوطنية بمختلف المؤسسات الإعدادية والثانوية. هذه الورشات سيؤطرها أيضا أساتذة مختصون في المسرح. والمهرجان سيعرف حركي من الأنشطة المتعددة كتوقيع كتب مسرحية، بالإضافة إلى عرض لوحات ومعارض في التشكيل وفي الخط العربي. كل ذلك نؤمن به، وكل ذلك ما نسميه الشلال المتدفق ثقافيا وفنيا في الحي المحمدي وما أدرك من الحي المحمدي ومؤسسته التي نفتخر بها، مؤسسة دار الشباب التي تعتبر هي الرحم لمختلف الأنشطة المتجددة والإشعاعية كيفما كان نوعها على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. بركت مشاركتكم أيضا ومنبركم الإعلامي، وتحية خاصة لكم. المهرجان الوطني للمسرح الحي المحمدي السادس هو تقليد سنوي ارتأى مجلس دار الشباب إلى أن ينظم بعض المهرجانات وبعض الملتقيات الثقافية، ولكن هذا 2015 وبالأخص تزامنا مع اليوم العالمي للمسرح وكذلك اليوم الوطني للمسرح أننا نحيوا المهرجان الوطني السادس. الفعاليات اللي مشاركة في هذا وحضر مع ديال الفرق محترفة، محترف 21، مسرح تاكادا، مسرح الشهاب، فرقة الغرناطة. تقريبا اخترنا هذه الأعمال لأنها هي حديثة مدعمة من طرف وزارة الثقافة. كذلك هذا المهرجان كذلك مدعم من طرف وزارة الثقافة بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة. ولن أضيف شيئا يذكر لما جاء في مداخلات الإخوان الأعضاء ديال المجلس السكوني باش ما نعاودش نكرر. تقريبا اللي جديد فيه هو أن الأعمال كلها اللي غادي تكون في الندوة السادسة هي أعمال جديدة، ما فيها العمل ديال سعد الله عبد المجيد ولا كذلك العمل ديال ولا ديال الفوضي سعد الله او سعد السوري، وكذلك العمل الجديد ديال مسرح تاكادا ديال الواشكي وبوعلان. التظاهرة هي شكلت واحد المواد مهمة لأن الدعم من الإخوان الفنانين تقريبا أبناء الحي المحمدي، بما فيهم جواد الفوضي، بما فيهم طارق البخاري،
طريق الخالدي، بما فيه الزوبيه العميمي، في جبل البفطيم، واحد المجموعه. وكذلك غادي يكون واحد الحفله تكريما واحد 5 الفعاليات ثقافيه ابناء الحي المحمدي، وعلى راسهم الحاج محمود جمركان اللي هو قيدوم وعميد مسرحيين بالحي المحمدي. وشكرا.